فيديو على السريع هنتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا. طبعا مباراه النهارده الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كاس السوبر المصري بالامارات. طبعا المباراه مذاعه على قناه اون سبورت الساعه 5 مساء. معنا التشكيل المتوقع لمباراه النهارده، باذن الله الفوز يكون من حليف النادي الاهلي. فهنبدا بالتشكيل، ومعانا في حراسه المرمى محمد الشناوي، ظهير ايمن محمد هاني، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، ظهير ايسر محمد شكري. هنخش على خط الوسط، من وجهة نظري ديانج وبن رمضان. في خط الهجوم محمد عبد الله جناح ايمن، ومركز 10 زيزو، وجناح ايسر تريزيجيه، وفي راس الحربة جريديشار. طبعا ده التشكيل الانسب لمباراة النهارده من وجهة نظري انا. لو التشكيل ده نزل النهارده الاهلي هيفوز سكور، انما لو في اي تشكيل تاني وتدخل من الكابتن عادل مصطفى او تشكيلة تانية بنزول طاهر والناس اللي هي مبهدلانا الفترة الاخيرة، فالاهلي هيواجه مشاكل عصيبة في المباراة. نتمنى ان الكابتن ياس تورب يشغل دماغه شوية وينزل لنا الناس اللي بتلعب كورة وبتلعب روح فانيلا، ما ينزل لناش ناس تتعبنا نفسيا. طبعا احنا عارفين ان سيراميكا كليوباترا بيلعب وعنده حافز قوي انه متصدر الدوري المصري برصيد 26 نقطة، يعني بيلعب بثقة كبيرة جدا. نادي سيراميكا كليوباترا نادي قوي وعنيد جدا في منطقة الدفاع، بيلعب تكتلات دفاعية وبيلعب ايضا على المرتدات. يعني لو لعيبه النادي الاهلي او دفاع النادي الاهلي ساب مساحات وراه، طبعا هيبدا الكابتن علي ماهر يبدا يلعب على المرتدات. نتمنى ان ده ما يحصلش، ونتمنى ان اللعيبه تكون في كامل تركيزها، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز في مباراه نصف النهائي ويصعد لنهائي كاس السوبر المصري ويحصد البطوله وتكون في دولاب النادي الاهلي. قولوا لنا توقعاتكم لمباراه النهارده ضد سيراميكا كليوباترا. الاهلي هيفوز كام ان شاء الله؟ انا توقعاتي ان الاهلي هيفوز 3-0 باذن الله، وتبقى بداية شراسة جديدة، وان الاهلي يرجع لسلسلة الانتصارات واحتلال الدوري المصري. وده كان نهاية كلامي. لاول مرة تتفرج عليا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. الاشتراك مش هيخسرك حاجة ولكن هيفيدني جدا. وده كان نهاية كلامي. سلام.